تخيل معايا كده لو أبو تريكة كان ريح دماغه خالص من وجع السياسة ده واتكلم في الكورة وبس، وكل يوم يطلع لك في استوديو تحليلي وهو ممدد كرشه مترين قدامه ويقعد يقولك المدرب ده ما عندوش فكرة، ولازم الفرقة دي تطير الباكات، واللاعب ده لازم ياكل شقتين فول قبل الماتش. تخيل يا أبو تريكة، لو كنت تافه وعبيط كده كان زمانك مالك زمانك دلوقتي يا ابني. وخد عندك بقى كل يوم تكريم في مجلة شكل غير الحفلات، وكل شوية يسألوك جايب بدلتك منين والجزمة بكام، وكل يوم كنت هتطلع في بودكاست تحكي عن مغامراتك الشقية وانت بتلعب في غابات أفريقيا. وهوب سنتين كمان ونلاقيك وزير رياضة، ومش بعيد يا ابني نلاقيك رئيس الاتحاد الأفريقي بشعبيتك دي. والله زي ما بقولك كده، ده في ناس محدش يعرفهم غير أبوهم واتنين صحابهم، وشغالين أعضاء في اتحاد الكورة وبيمسكوا منتخبات وبيضيعوا أجيال، ومحدش بيقول لهم تلت التلاتة كام، وحياتهم ماشية زبادي خلاط. ما بالك انت بقى وكمية الجمهور اللي في ظهرك ده؟ تخيل معايا كده لو أبو تريكة كان قرر يعيش الحياة السهلة، يقعد يحلل ماتشات، يضحك شوية، يقول كام كلمة عن الروح القتالية والتمركز، ويقبض آخر الشهر رقم محترم يجدد بيه عربيته وبيته كل اتنين وخميس، وكل كام يوم إعلان جديد عن قهوة أو موبايل أو حتى تطبيق بيقولك اكسب فلوس وانت نايم. يا أبو تريكة، لو كنت ريحت دماغك شوية كنت بقيت برنس الإعلام الرياضي، كان زمانك بتعمل بودكاست اسمه كورة وحب. بس لا، للأسف الراجل اختار طريق محدش في مجاله بيختاره، طريق مش مفروش ورد ولا سبونسرات ولا دعوات حفلات، طريق مليان شتايم وهجوم وتخوين وممنوعات، واختار يقول رأيه في زمن بقى فيه الرأي تهمة، واختار يكون إنسان قبل ما يكون نجم. أبو تريكة بالنسبة لناس كتير مش مجرد لاعب، ده حالة، رمز، حكاية بتمثل تناقض مجتمع كامل، فيه اللي بيحبه كأنه قديس، وفيه اللي بيكرهه كأنه عدو شخصي، وفي النص في ناس مش فاهمة ليه كل ده حاصل أصلاً. هو لما كان بيلعب كان نجم مصر الأول بلا منازع، بس لما خرج من الملعب اكتشف إن الحياة بره الملعب فيها قوانين أغرب من التسلل، اللي بيتكلم فيها بيتهاجم، واللي بيسكت ممكن يتقال عليه ساكت عشان الصمت لغة العظماء، اللي بيقول الحقيقة بيتهاجم على الهوا، واللي بيجامل بياخد مكان في الصفوف الأولى. بس خلينا نسأل نفسنا، هو ليه كل ما أبو تريكة يقول كلمة الناس تتقلب؟ ليه بقى اسم أبو تريكة عند البعض خط أحمر وعند التانيين رمز شرف؟ يمكن لأنه ببساطة ما كانش بيعمل حساب لرد الفعل. الراجل اتكلم بما يؤمن بيه مش بما يرضي الناس، وده في حد ذاته شيء مش متعودين عليه في المجال ده. الناس اللي كانت بتسقف له وهو بيسجل أهداف هي نفسها اللي لما قال كلمة وجعتهم قرروا ينسوا كل ده، وده اللي بيكشف قد إيه المجتمع بيحب البطل لحد ما يفتح بقه. أبو تريكة استحق لقب أمير القلوب. أنا أهلاوي وأهلاوي كبير قوي، إنما لأفعاله ضد بلده أنا بكرهه، سواء هو أو أحمد عبد الظاهر باللعيب برضه في النادي الأهلي على فكرة. هتلاقي 100 نجم بيتكلموا، بس محدش فيهم ليه تأثير كلمة من أبو تريكة. ليه؟ لأن الناس بتصدق اللي بيحسوه صادق حتى لو مش متفقين معاه، وده اللي خلاه يفضل علامة رغم إن الشاشات اتقفلت في وشه. هو مش ملاك ومش منزه عن الغلط، بس كفاية إنه كان واضح، كفاية إنه اختار يبقى نفسه مش الشخص اللي بيقول حاجة عشان بس يرضي الناس، كفاية إنه ما تنزلش عن كلمة الحق عشان منصب. وفي الآخر الزمن دايماً بينصف اللي كان صادق، حتى لو اتهاجم، حتى لو اتمنع، حتى لو اتشوه، لأن الصدق ما بيموتش، بيتخزن في ذاكرة الناس، وكل ما يشوفوا لقطة ليه بيتذكروا إن في يوم من الأيام كان فيه نجم رجولة أكتر من نجوميته. ويمكن السؤال اللي لازم نسأله النهاردة، لو الزمن رجع تفتكر أبو تريكة هيختار طريق الشهرة ولا هيفضل كما هو يدفع تمن الصدق؟ عاوز تعرف أبو تريكة مكروه ليه ومش على هوا حد؟ ببساطة شديدة، عشان مش منافق.
حبي لأبو تريكة نابع من إني شايفه طفل، راجل مش بيحسبها، شاف حاجة غلط وكل الناس شايفاها غلط، مش هيطلع يقول عليها صح وينافق نفسه. أبو تريكة هو الشخص الوحيد اللي شفته في حياتي مش بيفرق معاه أكل عيشه قد ما فارق معاه يقول كلمة الحق. فاكر لما ما رفع التيشيرت اللي مكتوب عليه تعاطفاً مع غزة اللي اتقلبت الدنيا عشانه؟ كان وقتها ممكن عادي يتشطب من بطولة الأمم كلها، بس هو ما فكرش ونسي أي حاجة ممكن تحصل لمجرد إنه حس إنه لازم ينصر الحق، وطز بقى في أي قوانين هتمنعني. الموقف بتاع تعاطفا مع غزة ده من أشرف وحاجة المواقف اللي أنا أعتز بيها جدا، وأتمنى إن هي تكون خالصة لوجه ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا كل شيء خالص لوجهه. فالقضية الفلسطينية إنسانيا لازم تتضامن معاها بالوقت، بالمال، بالمواقف، بالفلوس، بالدعاء، كل ما تملك. ودلوقتي الزمن بيعيد نفسه تاني، في عز ما كل الناس خايفة تتكلم عن غزة في القنوات، أبو تريكة بيظهر في كل ماتش وفي أكبر قناة رياضية، وبيقول كلمة الحق من غير أي خوف، حتى لو ممكن يطرد من القناة ويقعد في البيت بعد كده. هم كشف خلاص، سواء امريكا، بريطانيا، المانيا، كله. خلينا في مانشستر يونايتد يا عم خلينا ايه بس، ما هو ما نقدرش ننسى، احنا في كل حته، غزه في كل حته، ها القدس لنا، احنا مش ناسيين حد في غزه. في واحد دلوقتي ممكن يقول لي يا عم سيبك منه، ده راح خلاص وعايش حياته، بس اللي ما يعرفوش إن اللي بيعيش في قلوب الناس ما بيروحش. الناس ممكن تختلف على كل حاجة إلا على إن أبو تريكة حالة مش بتتكرر. الراجل اللي كان ممكن يعيش مرتاح بين استوديوهات مكيفة وكاميرات بتلمع، اختار طريق كله شوك بس فيه كرامة. اللي زي أبو تريكة مش بس بيتذكروا بسبب أهدافهم، لكن بسبب المواقف اللي فضلت عايشة بعد ما الملاعب نسيت صدى صوتهم. أنضف شخصية ممكن تتعامل معاها في كل حاجة. محمد أبو تريكة يا كابتن، مع احترامي لأي حد، مش محتاج اللي هو كاميرا تمشي وراه أو صحفي يتكلم عليه. أنا كنت أتمنى إن أبو تريكة يجيب فيا هدف، عشان يتضاف في تاريخي إن أبو تريكة جاب هدف من عصام الحضري. ممكن يكون كلامه حرق صورته عند ناس كتير، بس الحقيقة إن تاريخه محفور جوه قلوب ناس أكتر. أبو تريكة مش مجرد لاعب كبير، ده ضمير جيل كامل، ضمير لسه عايش مهما حاولوا يطفوه. فكر فيها، لو كنت مكانه كنت هتختار تبقى محبوب ولا تبقى حر؟ وفي النهاية لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتقدر المجهود عشان نقدر نكمل ونقدم لك أكتر. طالما غزه مش بخير انا مش بخير. 50 يوم العالم المنافق ساكت صامت. 50 يوم 20,000 شهيد ماتوا. 50 يوم 8000 طفل فلسطيني استشهد. 50 يوم عديد من الآلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم فهم لا يفقهون. كشفناكم، غزة كشفت الجميع.